ليك بحط هيك وبستخك كف إذا مالك كنت مصحصح معي. لك شبك ليش مضيعني شانك؟ ليك واضحة الأمور، بس أنت حدد شو بدك. ليش ضايع؟ ركز شوي الله يرضى عليك. قال بحط هيك. إيه والله مزبوط، هي الكلمة مزبوطة. هلأ وقت الواحد بيحكي لك على العلقة شو بيقول لك؟ بيقول لك والله حطيت هيك وسلخته كف، أو حطيت هيك وأدحته طيارة. يعني كلمة حط هيك معناها الزلمة نيشان وركز وحضر حاله وقفز على الفريسة بقوة، وبشغل خاطف خرطوا الضرب القاضي. كل هالحكي بكلمتين، حط هيك. بقى حط هيك وعرف لي شو بدك من هالدنيا. يمكن أصعب شيء على البني آدم بمرحلة من مراحل عمره إنه يعرف شو بده. كتير بسيط السؤال وكتير صعب الجواب. شو بدك؟ في ناس لهلا عايشة سبهللة على وزن مهبلة، يعني مسلم النمر، ما عم تعرف شو بدها، أو بالأحرى ما قدرت تعرف شو بدها، لأنه ما حدا فينا ما حاول يعرف شو بده. وحياة البني آدم قبل ما يعرف شو بده غير حياته بعد ما يعرف. في ناس قلب حالها تقيلة 180 درجة. في واحد كان ينام بالشارع صار مليونير، وفي مليونير نزل ينام بالشارع، بس لأنه كل واحد فيهم عرف شو بده. أنت جربت تعرف شو بدك؟ شباب هاليومين بضلوا يسمعوا فيديوهات تحفيز على اليوتيوب، انت قادر وانت هادر وانت البطل الانبخاشي وانت غيرهم يا حبيبي. فيا حرام بصير عندهم اعلاء وهمي للذات، ببلش يفكر حاله انه هو كبيرة. لك انت مين؟ لك عمو مين؟ لك انت مين؟ مو لا تعرف شو بدك بالاول؟ بشرفي بحط هيك وبتعرف شو بساويها. كن هديها بلشت طوج منك. وقت بدك تحط هدف لك حط لك هدف معقول وقابل للقياس. إنسان للأمنيات العظيمة تبع خلقت للتغيير، ولك شيء في هذا العالم فقم. قدري يناديني. لك أنت الماكسيموم تبعك يلي بينادوا لك إن الدياني لتدفع يلي عليك، لأنك قاعد بلا شغل حقيقي وغرقان بالوهم. لك هي المقولات المطاطة هي حبة ستامول للناس اللي فشلت تعرف شو بدها. أما الناس الناجحين بيعرفوا إنه هذا الحكي عناوين حلوة وبس، ما بتغني عن الحقيقة. الناجحين يلي بيشتغلوا على الساكت وبينجحوا بالتقسيط، وعم يمشوا شوي شوي ليوصلوا يلي بدهم إياه، لأنه كل واحد فيهم حط هيك وسناول هدفه وعرف شو بده. طيب كيف بدنا نعرف شو بدنا؟ شي حلو والله. ناطر الجواب مني؟ حبيبي هذا برنامج تافه حقه نص فرنك، هذا مو مصباح السحري، بس رح حاول ساعد. رح احكي قصة ونقرب الفكرة بشوي صغيرة. هذا يا سيدي بزمانه قال الفنان اللبناني جورج خباز بمحاضرة انا سمعان له اياها، انه الله خلقنا نعمل شغلتين. اول باشتان نعرف شو يلي عطانا اياه وما عطاه لغيرنا، لأنه عطى كل واحد فينا شيء ما عطى لحدا. وتاني باشتان نعيش ونحن عم نعمل هذا الشيء بالذات، لأنه انخلقنا له. يعني أول الطريق تعرف شو ميزتك أنت، شو الشيء اللي بتعرف تعمله أحسن من الكل وتشتغل عليه وفاء لحالك. لازم تشتغل عليه بدل ما تطلع على غيرك شو عندهم وتحاول تنافسهم باللي مالك فيه. يعني إذا صوتك شعراني لا تحاول تصير مطرب الله يرضى عليك. إذا أفاك سبعة وصوفة لا تحاول تصير مدير. إذا مالك كلمة لا تشتغل بالتجارة، وإذا ما عندك لباقة لا تشتغل موظف حكومي، وإذا إيدك طويلة وبلا ذمة لا تفتح جمعية الله يرضى عليك. حط هيك وعرف شو بدك وعلى مهلك، خذ وقتك، لا تنعجل، لا تفكر الشغلة سهلة. في عالم قطعت 60 ولهلا ما بتعرف شو بدها. Tanta